بما اننا عمالين نعمل فيديوهات لثالثه ثانوي الفتره دي وكده، يبقى اهم موضوع حرفيا المفروض تعرفوه وهو الاجازه بتاعه نص السنه اللي هتاخدوها، او بمعنى اصح الاسبوع اللي هتاخدوه اجازه في نص السنه. هل هنلعب في اسبوع الاجازه ونريح، ولا هنذاكر ومش هنريح ومش هناخد اي اجازه؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لناس كتير، ولو اول مره تشوفوني انا منى البلتاجي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هنزله. ويلا بينا على طول نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه، اجازه نص السنه دي مهمه جدا جدا جدا، من اكتر الحاجات اللي ساعدتني في حاجات كتير قوي قدام هتفهموا لما اقول لكم اللي انا عايزه اقوله. اول حاجه، انا في اجازه نص السنه طبعا بيبقى في ناس مقرره ان هي هتاخد الاسبوع ده اجازه، وفي ناس بتبقى حاجزه بقى اصلا رحلات وما اعرفش ايه وكده، في ناس تانيين بيبقوا مقررين ان هم يذاكروا. انا من الناس اللي كنت مقرره ان انا هذاكر في الاجازه دي. اغلب المدرسين بيتفقوا مع بعض ان هم يدونا اجازه في نفس الوقت علشان ما يبقاش واحد مدي اجازه والتاني مش مدي اجازه، فاحس ان انا كده ما عملتش حاجه او ما خدتش اجازه كامله كده وريحت فيها من كل المدرسين. وفي مدرسين اصلا ما بيدوش اجازه، مش عارفه ليه بجد، بس في مدرسين فعلا ما بيدوش اجازه. فاكتر ناس محظوظه بجد هي الناس اللي هتاخد اجازه مع بعض من كل المدرسين في نفس الوقت. المهم ان احنا في اخر يوم في الدروس خلاص، اللي هو اليوم اللي قبل الاجازه، المدرسين كانوا بيفضلوا يقولوا لنا اهتموا بالاسبوع ده والاسبوع ده مهم، وكانوا بيفضلوا يحفزونا وان انت في سباق، وان اللي هيفرق ما بين واحد والتاني اللي بيتعب اكتر واللي بيبذل مجهود في الوقت اللي هو ممكن يريح فيه والحاجات دي كلها. فبجد الكلام ده حفزني جدا، وفعلا الكلام ده فرق معايا جدا في الاسبوع ده. طبعا انت هتريح وفي نفس الوقت هتذاكر. اول يوم انا كنت واخداه بريك خالص، ما عملتش اي حاجه في اليوم ده، ونزلت خرجت واتبسطت وعملت كل اللي انا عايزاه. في الايام اللي بعد كده كنت براجع على الابواب اللي فاتت، وحرفيا رجعت 4 ابواب في الفيزياء. كان اغلب الكتب نزلت واشتريتهم، بيبقى فيه بقى مراجعه على كل باب وبيبقى فيه امتحانات بقى في الاخر. انا بقى كنت براجع كل باب، كنت بجيب مراجعه من على اليوتيوب للباب ده علشان مثلا ممكن ما ابقاش فاكره، لو انا فاكره مثلا براجع من نفسي وخلاص، وبعد كده ببدا احل اسئله الباب دي كلها، بيبقوا مثلا 100 سؤال او كده. فكنت بحل الاسئله دي كلها، ودي من اكتر الحاجات اللي فادتني بجد، لان انا استغلت الفتره دي ان انا راجع، لان في الوقت اللي هو قبل الاجازه وبعد الاجازه ما بيبقاش فيه فرصه قوي ان انا راجع وانا باخد جديد. فاستغلت الفرصه دي ان انا الحق اراجع القديم علشان ما اضغطش على نفسي في اللي جاي. ده ريحني جدا في اللي بعد كده. الفيزياء اكتر حاجه كنت مهتميه بيها، ورجعت فيها 4 ابواب اللي هو اصلا احنا كنا خدناهم. ال4 ابواب بتوع الكهربيه كنا خلصناهم، فرجعتهم كلهم وحليت عليهم اسئله. ودي من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا بجد، لانه بعد كده لقيتني بقى سابقه في المراجعه. لما جم يراجعوا بقى المراجعه الاخيره لقيتني سابقه، لان بجد المدرسين فعلا بيكروتوا في المراجعه الاخيره، اللي هو مش هيديك حقك قوي في المراجعه. فانت ما ينفعش تعتمد على المدرس عموما في اي حاجه في حياتك. كل اللي انت بتستفيده من المدرس او اللي المفروض تاخده من المدرس هو الشرح وبس. ما تعتمدوش على المدرسين في انك تحل كتاب تاني، او ان هو يلزمك تراجع، او ان هو يلزمك باي حاجه معينه. انت اللي بتعمل كل حاجه من نفسك. كل اللي انت المفروض تاخده من المدرس هو ان هو يشرح لك ويفهمك الماده دي وبس، لكن باقي الحاجات انت لازم تعملها من نفسك، لان ده اللي بيفرقك عن غيرك. فاللي انا عملته ده خلاني سابقه في المراجعه. فجاي لما هم كانوا بيراجعوا مثلا في الاخر، كنت انا حرفيا راجعت حاجات كتير قوي، فبدات ان انا احل امتحانات قبلهم، كنت سابقه في حل الامتحانات كمان. فده ساعدني جدا جدا ان انا احل كميه امتحانات كتير. المدرسين بجد هيصدموكوا في الاخر، هتتصدموا. انتوا هتفكروا ان المدرسين هيدوكوا وقتكم في المراجعه والكلام ده كله، بس بجد مش هتلاقوا ده. وفي ناس حرفيا حلت شوامل ليله الامتحان بس، او قبل الامتحان باسبوع، وده الوقت اللي هم كانوا مديهم لنا ان احنا نحل فيه شوامل، او كانوا بيحلوا معانا فيه شوامل وكانوا خلصوا مراجعتهم. فبجد ما تعتمدش على المدرس بتاعك في مراجعه او في اي حاجه، وحاول ان انت تستغلوا الاسبوع ده. وفي اخر اليوم يعني مش بقول لكم طبعا تذاكروا زي الايام العاديه بقى وتضغطوا على نفسكم جامد، اللي هو اصحى من النوم وذاكر بطريقتك زي ما انت بتذاكر عادي. وبالليل لو هم مثلا اهلك خرجوا او كده، لان بيبقى البيت كله واخد اجازه واخواتك كلهم بيكونوا واخدين اجازه، لو خرجوا وانت خلصت المراجعه او الحاجه اللي انت محددها اخرج معاهم. لو ما كنتش خلصت اخرج معاهم وارجع كمل كده، اللي هو حاول ان انت تاخد اجازه وفي نفس الوقت تكون بتذاكر الحاجات اللي وراك. لو انت اخر يوم مثلا في الاجازه حسيت ان انت خلصت جزء حلو او كده، ممكن تاخد اخر يوم اجازه برضو. اخر يوم كله خده اجازه عادي براحتك، لو انت حسيت ان انت ساتيسفايد من جواك على اللي انت عملته. لو ما حسيتش كده او كده وحسيت ان انت محتاج اليوم ده، حاول تستغله، لان بجد هي سنه متعبه. مش هتاخد فيها اجازات كتير ومش هتستمتع قوي بالاجازات، بس هي سنه وبعد كده خلاص انت حققت حلمك ووصلت للحاجه اللي انت عايزها. فحاولوا ان انتوا تستغلوا بجد اسبوع الاجازه اقصى استغلال عندكم، لان ده من اكتر الحاجات فعلا اللي هتفيدكم وهتريحكم بعد كده في اللي جاي كله. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وابعتوه لكل اصحابكم اللي محتاجين يسمعوا الكلام ده. ولو اي حد عنده سؤال يكتب لي في الكومنتس. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هنزله. بس كده، باي باي.